السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ابو ادهم مباشر من اسكندرية. النهارده جاي لكم بمعلومة جديدة، جاي اشرح لكم حاجة تهمكم كلكم. يا ريت يا جماعة تركزوا في الفيديو، ويا ريت تركزوا في الشرح. المعلومة دي هتفيد كل واحد، ويا ريت تنفذوها. كل واحد يشوف الفيديو، يا ريت ينفذها دلوقتي على طول. تمام. الاول كده هنتكلم قبل ما نشرح اي حاجة، اقول لكم خلاصة الموضوع ايه. كتير مننا وهو بينشأ الحساب بتاعه، او بينشأ حساب انسنس، او بينشأ حساب القناة بتاعته اللي هو جوجل. تمام. كل الناس معظمها لما بيجي يسجلوا بيكتبوا اي اسامي، بيكتبوا اي بيانات، بيكتبوا اي حاجة. تمام. فطبعا كل ده غلط. حضرتك لو راح منك الموبايل بتاعك او راح منك اي شيء وحد لقاه، لما بتيجي تاخده منه بيقولك اديني مواصفاته. صح الكلام؟ اذا عرفت مواصفاته بيقولك هو ده بتاعك، اذا ما عرفتش مواصفاته هيقولك مش بتاعك. تمام. آه نفس القصة يعني بالنسبة للحساب بتاعك. إذا ما عرفتش تجيبه، ما عرفتش ترجعه، نسيت كلمة السر، حطيته على الموبايل اتسرق منك، الكلام ده كله هترجعه ازاي؟ هيقول لك طيب اثبات هوية. لو قدمت له البطاقة بتاعتك او بتاعتك مش هيلاقي نفس البيانات اللي انت كاتبها هي اللي في البطاقة، فهيقول لك اسف مش بتاعك الحساب. تمام. فطبعا انا النهارده هشرح لكم ازاي تغير الاسم، ازاي تغير آه، آه، تاريخ ميلادك، كل الحاجات المهمه دي قوي 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 قوي. تمام. فيا ريت يا جماعه كل اللي يشوف الفيديو ده، تمام، يا ريت يا ريت يا ريت يعني ينفذ الخطوات دي على طول وما يستناش، ما تستناش. وان شاء الله انا هعمل لكم سلسله كامله عن الموضوع ده كامل يعني. تمام. يعني النهارده هنبدا كده الاول مع بعضينا كده في الفيديو. النهارده انا ان شاء الله هبدا اشرح لكم ازاي تغير الاسم، وازاي تغير تاريخ الميلاد بتاعك، والحاجات المهمة أوي، التفاصيل الصغيرة أوي 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 يا جماعة. نروح طبعا على الكمبيوتر بتاعنا، نضغط على الصورة بتاعتنا كده، هنلاقي حاجة مكتوب عليها إدارة حسابك على جوجل. إدارة حسابك على جوجل. تمام. يبقى احنا كل اللي هنعمله واحدة واحدة أهو تاني. نضغط على الصورة بتاعتنا، هندوس على إدارة حسابك على جوجل. تمام. أنا دلوقتي دوست إدارة حسابي على جوجل. طبعا ده حساب أنا جاي لكم أشرح لكم عليه. تمام. طبعا انا كاتبه باسمي ابو ادهم محمد. تمام. عشان اغير لكم دلوقتي المعلومه واعرف لكم الدنيا كلها فيها. حضرتك لو انت بتشتغل من الموبايل، لو بتشتغل من الموبايل او حضرتك بتشتغل من الموبايل، هتلاقي المعلومات طالعه لك فوق كده على جنب. هتلاقي المعلومات طالعه لك فوق على جنب. لو هتشتغل من على كمبيوتر هتلاقيها على الجنب هنا على ايدك اليمين. تمام. اول حاجه هنعملها هندوس على معلومات شخصيه. معلومات شخصيه اهي. تمام. يبقى نرجع تاني على الصفحة، أنا بعد لكم مرة واتنين عشان كل واحد يركز في الكلام. معلومات الشخصية. تمام أهو. تمام. هننزل تحت كده سنة، هنلاقي هنا الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية. تمام. طبعا كل الكلام ده كله أنا هوريه لكم دلوقتي. هتبدأ إن أنت تدوس على تغيير الاسم. هنا طبعا بيقول لك آدم محمد. طيب أنا دلوقتي هكتب اسمي مثلا محمد. يفضل بقى اسم والدك على طول بعديه، ده يفضل. كده محمد احمد. تمام. هنزل تحت مثلا محمود. هنكتب اي مثال مثلا محمد. خلاص. يبقى انا كتبت محمد احمد محمود محمد. تمام. ده طبعا مش اسمي، بس انا يعني بوريكم يا جماعه. تمام. طيب هنعمل هنا حفظ. جميل. هنعمل هنا حفظ ونرجع واحد. تمام. لو جيت على الصفحه الرئيسيه هلاقي الاسم زي ما انا ما كتبته دلوقتي اهو. محمد احمد محمود محمد. طيب خلاص كده؟ لا لسه مش خلاص. طب هنعمل ايه تاني؟ هدوس على المعلومات بتاعتي تاني اللي هي الشخصيه، وهنزل الاقي الاسم اهو اتغير هنا قدامكم. تمام. هدوس على تاريخ الميلاد اهو. تمام. هدوس هنا اهو. هكتب مثلا 20، اختار الشهر. تمام. اكتب السنه، وبعد كده بعمل حفظ. تمام.
اتأكد من عمرك 13. تمام خلاص اهو. هنرجع واحدة، هلاقي هنا اهو زي ما غيرت طبعا الجنسية حسب بقى اشوف حضرتك او حضرتك. تمام. هتيجي تتأكد من البريد الالكتروني بتاعك، تأكد من الرقم بتاعك. تمام. ده اهم شيء هتعمله دلوقتي. يا ريت تخلي بياناتك كلها صحيحة صحيحة صحيحة. خلاص. طيب خلاص كده؟ لا مش خلاص. طب اوريكم حاجة تانية. في حاجة اسمها الامان. الامان هندوس على الامان. تمام. في عندنا طبعا تحقيق بالخطوتين، وعندنا استرداد اللي هي الايميل، يعني بتحط ايميل استرداد، رقم هاتف استرداد لحسابك بتحطه، بريد الكتروني استرداد لحسابك بتحطه. تمام. بتحقق الميزه بتاعت الخطوتين. طبعا لو عايزين شرح على الكلام ده كله هقول لكم ازاي. نرجع بس لموضوعنا المهم اللي هو احنا دلوقتي غيرنا. لو جينا كده غيرنا هنلاقي ان الاسم بتاعنا اتغير. جميل. لو رحنا على القناه بتاعتنا، يفرض انا مش عايزها بالاسم ده ودخلت مثلا على القناه بتاعتي كده. تمام. دخلت كده على القناه بتاعتي هلاقي الاسم زي ما انا مغيرته وانا مسمي القناه بتاعتي باسم تاني. طب اعمل ايه؟ تمام. هقول لك تعمل ايه. كل اللي هتعمله هتدوس على الصوره بتاعتك تاني، هتدوس على استوديو اليوتيوب. تمام. اهو يا جماعه انا ماشي معاكم واحده واحده وبالتفاصيل. تمام. الخطوات دي مهمه جدا. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو يعملها عشان خاطر في حمله جايه قريب كده، ويبقى كل واحد مأمن نفسه. تمام. وحتى لو حد حب يهكر الايميل بتاعك، حب يعمل الكلام ده كله، انت ممكن تبعت لليوتيوب او لجوجل صورة البطاقة بتاعتك، هيرجع لك على طول القناة بتاعتك. تمام. طيب بعد ما دخلنا على استوديو اليوتيوب بتاعنا هنلاقي هنا في حاجة اسمها التخصيص. التخصيص هندوس عليها. تمام. هتفتح معانا زي ما حضراتكم هتشوف. هنيجي هنا هنكتب معلومات الأساسية، هندوس على المعلومات الأساسية أهي. تمام. هيطلع لي اسم القناة أو وصفها. تمام. هدوس على القلم، هدوس على القلم عشان أغير الاسم زي ما حضراتكم شايفين. هكتب الاسم مثلا، اسم قناتي زي ما كان موجود الأول، مثلا يعني أنا كنت مسميه أبو أدهم. تمام. أنا كنت مسميها أبو أدهم. خلاص. يبقى احنا وبعد كده بنيجي نعمل نشر. تمام. لو رجعنا للقناة بتاعتنا كده من بره هنلاقي ان شاء الله ان الاسم اتغير معاه. تمام اهو ابو ادهم. يبقى انا دلوقتي عندي هنا اهو الاسم بتاعي. لو عملت ريفرش كده اهو زي ما هو على الحساب بتاعي بتاع جوجل، لكن القناة بتاعتي اسمها زي ما هو رجع تاني. تمام. لو عملنا ريفرش تاني اهو. تمام. زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى لو الفيديو عجبكم تنسوش اللايك، ما تنسوش التعليقات بتاعتكم الجميلة. ولو انت جديد معايا او انت جديدة معايا يا ريت تعملي اشتراك في القناة، وتنسيش اللايك وتفعلي الجرس ليصل كل جديد. واتمنى بتعليقاتكم الجميلة، اتمنى ان انتوا تقولوا لي عايزين ايه اقدمه لكم. يعني اتمنى ايه اللي انتوا محتاجينه وايه اللي واقف معاكم برضه قولوا لي عليه عشان اقوله لكم. تمام. ويا ريت يكون المحتوى بتاع القناة بتاعتي عاجبكم، ويا ريت يكون الشرح بتاعي بكون اقدر اوصله لكم. تمام. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.